السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كنتش اتوقع ان الليمون يطلع منه الجمال ده كله والله. احلى كيكة ممكن تاكليها. عشاق بقى الحمضيات والليمون بجد كانت خطيرة جدا، واللي مش بيحبها في الليمون كده بجد جربيها، كانت حلوة قوي قوي، فيها كده تيست رائع جدا بجد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل عملنا صالحا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للناس منا شيء ولا شيطان منا نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. لو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك والشير القلب واصحابك وحبايبك وتعليقك الجميل اللي بيساعدني. يلا بينا نعمل الكيكه بتاعتنا الرائعه جدا اللي ما كلفتناش حاجه خالص بجد. كمان القوام بتاعها كان تحفه جدا وخطير. يلا بينا. معايا 5 ليمونات كبار، دول حجم الليمون الكبير. لو مش عندك الليمون الكبير هتعملي من الليمون صيغه ضعف الكميه بتاعتك، لان انا محتاجه كوبايه من عصير الليمون، ومحتاجه حوالي 4 معالق من بشر الليمون اللي هو معالق صغير. اول حاجه انا طبعا غسلت الليمون كويس، وعلى ما ابشرها في الناحيه الناعمه هبتدي ابشر. عايزه قشر الليمون ده كله يكون معايا. انا جبت بصحه كبير عشان ينجز معايا في كميه بشر الليمون وفي السوائل كمان بتاعته. بعد ما بشرته وعصرته كمان عشان ما اطولش عليكم، طلعت كوبايه من عصير الليمون والبشر الليمون بتاعي، ودول اللي انا هستخدمهم في الوصفه بتاعتي كلها. طبعا القشر ده انا مش هرميه، انا هغليه واعمل منه منظف للمطبخ بتاعي. اول حاجه بتيجي نشتغل بقى في الكيك بتاعتنا. معايا حبايه بيض واحده بس، وكوبايه من السكر، ومعايا كمان كوبايه الا ربع من الحليب. وهضرب كل الخليط بتاعي ده في قلب الخلاط. وطبعا زي ما انتم متعودين معايا انا بسيب فتحه الخلاط دي مفتوحه عشان يدخل الهواء في الكيك بتاعتي وتطلع هشه معايا. بعد ما ضربتها انا معلش المقطع ده اتقفل معايا. معايا معلقه من بشر الليمون و3 معالق من عصير الليمون معايا. العصير الليمون ده بيخلي الكيك كده هشه كده ورائعه جدا بجد معاكي. وبعد كده هشغل الخلاط بتاعي، وهنزل النص كوبايه من الزيت بتاعتي في الخلاط وهو شغال بالراحه كده معايا. هبتدي اجهز المواد الجافه. معايا كوبايتين من الدقيق، رشه الملح بتاعتي، ومعلقتين صغيرين مليانين من البيكنج باودر بتاعي. هبتدي انخل المواد الجافه بتاعتي، انا نخلها قبل كده مره ودي المره التانية، اللي هي كوبايتين دقيق والملح والبيكنج باودر بتاعي. طبعا ما حطيتش فانيليا لان الليمون طبعا خلاص هو قام بمهمه الفانيليا. عايزه تحطي فانيليا حطي، مش عايزه تستغني عنها زي ما انت عايزه. هبتدي قلبت كده المواد الجافه بتاعتي، وابتدي انزل بالمواد السايله بايد، والمواد الجافه ابتدي اقلب. ابتدي انزل كل المواد السايله على الجافه وابتدي اقلب في اتجاه واحد. طبعا انا نزلت كل اللي كان موجود معايا في الخلاط، وابتدي اقلب بقى كل المواد بتاعتي. الكيك بتاعي طبعا الفرن بتاعي اول ما ابتديت اشتغل في الكيك ولعته، والفرن بتاعي على درجه حراره 170، والكيكه بتاعتي هتاخد معايا من تلت ساعه لنص ساعه، لان انا مش عايزاها سمكها يكون عالي. قلبت الكيكه واتاكدت ان مفيش اي كتل دقيق خالص. جبت الصينيه بتاعتي مقاس 30 في 40، حجم ما شاء الله كبير معايا. بجد الكيكه كانت جميله جدا وهشه جدا وطعمها خطير بجد، لازم تجربيها بجد. عملت خلاص كده الكيك بتاعتي جاهز، واتاكدت بالسباتشولا ان مفيش اي كتل دقيق معايا. شايفين سمك الكيك بتاعتي عامله ازاي؟ ده الخليط بتاعي والسمك بتاعي. انا جبت الباكس بتاعي واديته مسحه من الزيت او من السمنه زي ما انت بتحبي، ونزلت بالكيك بتاعي كده. هنزل الخليط بتاعي في قلب الصينيه بتاعتي. طبعا لو عايزه تعمليها اي حجم تاني وعايزاها الارتفاع بتاعها، انا كنت عايزه الحجم بتاعها ما يكونش عالي قوي عشان خاطر الطبقات اللي احنا هنحطها عليها. هبتدي اسوي الكيك بتاعي واحطه في الفرن بتاعي، بس طبعا البايركس بحب احطه في قلب صينيه الومنيوم عشان خاطر توزع الحراره كويس، ما تبقاش واخده لون كده ومش مستويه كويس. وطبعا هختبرها بالخله بعد تلت ساعه واتاكد ان هي استوت ولا لا. هسوي البايركس بتاعي واديله خبطتين كده واحطه في قلب البوتاجاز بتاعي، وارجع لكم بعد ما تستوي معايا الكيك بتاعتي. طلعت الكيك بتاعتي بقى بعد ما خدت بالظبط نص ساعه، واختبرتها طبعا بالخل قبل ما ابتدي اطلعها من الفرن بتاعي، ولما لقيتها طلعت نضيفه يبقى كده استوت معايا. هنبتدي نجهز بقى، تسيبها تبرد ونجهز الطبقه بتاعتنا الاولانيه. حطيت كوبايتين من الحليب على كوبايه من الميه. عايز تعمليهم كلهم حليب ماشي، عايز اقسمها ميه وحليب زي ما انا وكده عشان تبقى موفره ماشي. معايا معلقتين من الدقيق، ومعايا ومعلقتين من الكاستر كمان. او لو انت عايزه تستخدمي نشا مش موجود عندك الكاستر استخدمي، لان الكاستر كان موجود معايا فحطيت معلقتين كبار كمان من الكاستر معايا. وابتدي احط عليهم كمان معلقه صغيره من بشر الليمون. عايزه تحطي معلقه صغيره، عايزه تزودي شويه مش هتفرق يعني، انا مليت معلقه صغيره كده وحطيتها. وابتدي انزل عليها كمان
بالسكر بتاعي. حطيت 3 معالق كبار من السكر. طبعا السكر ده على حسب تحليه وحسب ما انت ما بتحبيه. انا حطيت اكتر من 3 معالق كده بشويه، دقتها ولقيتها اكتر. واحط كمان معلقتين كبار مليانين من الليمون، وابتدي اقلب على الجاف كده لحد ما يبتدي يدوب معايا الدقيق بتاعي والكاستر والسكر كده، يتقلبوا كده مع بعض كويس، وبشر الليمون وابتدي احطها على النار لحد ما تتماسك معايا، تبقى عامله زي البودنج كده بالظبط او المهلبيه. قلبت كويس، ابتدي احطهم على النار. وطبعا يا ريت تدوقي اللي انا دقتها لقيتها محتاجه سكر، فزودت عملت ال3 معالق سكر زي ما قلت لك. طبعا ابتديت اعمل على النار. شايفين لونها ابتدى، معلش الكاميرا معايا كده، ابتدى لون الكاستر مخليه لونه اصفر. فانا بصراحه كان نفسي يطلع لونه ابيض شويه، بس هو جات مع اصفر. انت ممكن طبعا تستغني عن الكاستر وتعملي نشا. تعملي حطي معلقتين من الباتسري زي ما انت عايزه. انا قلبت على النار لحد ما ابتدي تتماسك معايا وغليت وعملت فقاعات. جبت كوبايه من الحليب وقلت اشرب الكيكه بتاعتي. الكيكه لما بتتشرب كده بالحليب بتطلع رائعه جدا، او اللبن. انا مش عارفه في اي بلد انتم موجودين وبتتقال عندكم ايه. انا حطيت بصراحه نص كوبايه من اللبن، بس انا ندمت، يا ريت كنت كملت الكوبايه كلها، لان فعلا لما بتتشرب كويس جدا من اللبن كده بتخلي طعم حلو قوي. فانت زي ما انت عايزاها متشربه حلوه خلي الكوبايه، عايزاها تبقى نص نص كده حطي نص كوبايه. بعد ما شربتها على طول نزلت بالطبقه بتاعتي الاولانيه. عايزه اقول لكم طعمها كان حلو جدا. وطبعا زي ما قلت لك دوقيها الاول عشان تشوفي التحليه اللي انت بتحبيها. انا مش بحب الحاجات مسكره قوي، بحبها وسط. لو انت بتحبيها مسكره قوي هتزودي السكر او التحليه على حسب ما انت بتحبيها انت واولادك. يعني وانت بتحطيها على النار كده خدي دوقيها، حسيتي ان هي كويسه خلاص. حسيتي ان هي محتاجه سكر زودي السكر بتاعك. عايزه تزودي ليمون كمان زودي، بس انا ما كنتش عايزه الطبقه دي يكون فيها نسبه ليمون، يعني تكون حلوه طعمها حلو، عشان الطبقه الثالثه يكون فيها نسبه الليمون كده والمزازه الليمون شويه. هبتدي بقى في الخلاط اعمل الطبقه الثالثه. نزلت كميه بشر الليمون بتاعي طلعوا معلقتين صغيرين من بشر الليمون، نزلتهم كلهم. يا دوبك معلقتين شاي من الصغيرين كده نزلتهم. وبعد كده هنزل عليهم كمان بكوبايه ونص من الميه، ومعايا كمان نص كوبايه، بقيت بقى كوبايه الليمون نزلت بيها، بقيت يعني احنا الكوبايه قسمناها، خدنا معلقتين في 3 على حسب الكيكه والطبقه اللي احنا عملناها. ومعايا نص كوبايه من السكر. وهبتدي اضرب المواد بتاعتي دي في قلب الخلاط. هحط عليهم كمان ايه معلقتين كبار من الدقيق. يبقى انا طبعا كل المكونات بتاعتي هكتبها لك في صندوق الوصف. وحطيت معلقه صغيره من الكركم، وممكن تستخدميها كمان لون اصفر لو عندك لون اصفر. ضربتهم في الخلاط كويس عشان خاطر بشر الليمون يبقى ناعم جدا معايا، ما يبقاش عامل كتل معايا، عشان كده ضربتها في الخلاط عشان ما يبقاش باين لي اي اثر خالص. هبتدي احطها برضو على النار لحد ما تغلي معايا. شايفين غلت واستوت معايا الدقيق بتاعي، يبقى كده الطبقه بتاعتي جاهزه. هبتدي انزل بقى بالطبقه الثالثه دي. طبعا الكركم ما بيبانش طعمه خالص اطلاقا. لا عايزه تستبدلي بلون اصفر من الالوان اللون الغذائي ممكن تحطي لون اصفر، بس انا حبيت احط كركم لان مش كل الناس عندها اللون الاصفر الغذائي. خلاص كده جاهزه معايا. هساوي الكيك بتاعتي الطبقه الاخيره، والطبقه دي بتبقى خفيفه جدا ورفيعه كده وفيها نسبه كده مزازه بسيطه كده، كانت رائعه جدا بجد. سويتها وابتدي اسيب الكيكه بتاعتي بقى تبرد كده، يعني ساعه بالكتير. عايزه تسيبيها اكتر زي ما انت عايزه. وهبتدي بقى اسويتها كده. حطيت الطبقه الصغنطوطه بتاعت اللي هي فيها نسبه المساسه دي، كنت عاملاها خفيفه مش عايزاها تبقى كتير عشان ما تبقاش الكيكه فيها حمضيات كتير قوي. لو انت بتحبي الليمون وعايزه تكتري الكميه هتزودي الكميه، ممكن تضعفيها عشان تبقى طبقه اكبر من كده. انا عملتها طبقه رفيعه كده صغيره. هسويها بقى واحطها في التلاجة وارجع لكم عشان بقى نزوقها مع بعض. حبيت بقى اوريها لكم كده. بصوا الطبقات بتاعتها جميله ازاي، بديها 3 كده درجات كده جميله جدا. انا بحب الكيك الطبقات دول كده. اي نوع فاكهه استخدميها او اي حاجه بتدي طعم حلو جدا وحاجه راقيه جدا، بتبقى شبه الجاتوه بالظبط. انا كان عندي نوتيلا بيضه، او ممكن تستخدميها مثلا الشوكولاته البيضه اللي موجوده عندكم، ممكن تسيبيها كده. عايزه تحطي كريم شانتي زي ما انت عايزه. انا كانت عندي النوتيلا البيضه دي سيحتها في حمام ميه سخنه، وابتديت اعمل بيها خطوط كده. يا رب تكون باينه معاكم.
طبعا الشكل ده على حسب ما انت ما بتحبي، انا بديكي افكار. انا ما كانتش في دماغي بصراحه، كانت في دماغي حاجات تانية، شكل تاني ان انا اعملها، اللي هي الزجزاجه اللي رايحه جايه كده، بس جت معايا سبحان الله جت كده. اعملي خطوط وسحبيها بالخله تديكي زي ايه، زي ورقه الشجر كده. وجبت معايا ريحان كمان وحطيته عليها، او زي ما انت عايزه اللي يعجبك حطي. عايزه تسيبيها لوحدها كده كانت شكلها تحفه خالص، مفيش اي حاجه. عايزه تحطي نوتيلا البيضه او نوتيلا شوكولاته او شوكولاته بيضه اللي موجوده عندك، بتدي طعم وتدي شكل حلو. هخلص كل كميتي كده وابتدي اقطعها. وكمان زوقتها كمان بشرايح الليمون عشان تبان ان هي بالليمون. قطعتها كده معايا بقى تقطيعها كده، كانت سلسه الكيكه كانت جميله جدا، شبه الجاتو بالظبط والله، زي اكنك بتشتري الجاتو، ما كلفتناش اي حاجه خالص. سهله جدا بمكونات موجوده عندك في البيت، يا ريت تقومي بقى اعمليها على طول دلوقتي. ويا ريت بقى تطبقيها وتقولي لي، بوريني تطبيقاتكم وتقولي لي كانت الكيكه كانت طالعه معاكم عامله ازاي. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. ولو عجبك بقى ما تنسينيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليقي جميل بيسعدني، وشير كتير كتير ودعوه حلوه بظهر الغيب. واشوفكم في فيديوهات تانية، ولكم استودعكم الله الذي لا تضيع امانته. مع السلامه.